السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. تقبل الله صيامكم وطاعاتكم وقيامكم ودعاءكم. يا اخوان، في قصة من التاريخ، حقيقة من التاريخ. في كان جنرال شيشاني بالحرب الأولى والثانية اسمه عبد المالك مجيدوف. جنرال شيشاني سطع نجمه وبرز دوره في الحرب الأولانية والثانية كقائد ميداني محنك شديد، وصاحب هيبة وصاحب خبرة عسكرية. عبد المالك مجيدوف كان من الشخصيات الشيشانية اللي لعبت دور رئيسي في الحرب الثانية أكثر من دور الحرب الأولانية الأولى. من دون مقدمات ومطولة وتطويل في الكلام، خلينا نعطي بس بشكل مختصر، نعطيكم لفتة ونبذة عن شخصية عبد المالك مجيدوف رحمه الله تقبله الله بين الشهداء. عبد المالك في إحدى الكمائن التي تم رصدها، أو في الكمائن التي تم وضعت للقوات الروسية، وفي إحدى الكمائن المحكمة التي وضعها وأحكم تخطيطها عبد المالك مجيدوف، تسبب بتفجير وتعطيل 7 آليات دبابات روسية. فعبد المالك هو، يعني خلينا نحكي، شاء القدر وشاءت الصدفة إنه هو موجود على 7 آليات تم تعطيلها وتفجيرها. المنظر كان مهول جدا، يعني المنظر كان جدا مخيف من النيران المشتعلة وتطاير الشظايا وتطاير الرصاص من داخل الدبابات، وعبد المالك يخرج من بين كل هاي الآليات المدمرة حيا يرزق. هذا المنظر خلى خطاب وبسييف وجلايف وبعض القادة الشيشانية العظماء يركعوا ويسجدوا على الأرض سجودا شكر لله لما رأوه من هذا المنظر المهول. عبد المالك كان صاحب هذا الدور، صاحب هاي البطولة آنذاك ليلتها. من الأمثلة الثانية وبشكل سريع، أو القاصي والداني، القريب والحبيب والعدو، كلهم يعرفون من كان عبد المالك الجنرال الشيشاني عبد المالك مجيدوف. هاي الشخصية، في إحدى الأيام العصيبة كان في هناك حصار، وفي هناك ما يسمى بالأرض حقل الأنغام. فبدهم يفتحوا طريق مشان الأفواج الجماعات المسلحة الشيشانية المجاهدين يخرجوا من هذا الطريق. فمن الطروحات اللي طرحها عبد المالك إنه من كل جماعة أعطوني شخصين مقاتلين مجاهدين 2، وإحنا هيك بنشكل مجموعة وبنفتح طريق. فبسييف، شامل بسييف رحمه الله وتقبله الله من الشهداء والصديقين، أعطاه 2 روس أسرى من المخابرات الروسية، وهؤلاء أصلا هيك ولا هيك راح يموتوا إعدام. خذهم وخليهم يفتحوا لك طريق. فعبد المالك بأخذ ال2 الأسرى الروس وبمشوا بالجماعة، بتشكل فيه حوالي 14-15 شخص، وبيمشوا بهالمجموعة مترأسهم عبد المالك. بس يوصلوا عند حقل الألغام، عبد المالك مجيدوف ببلش يعيد التفكير في إشي بحزه بنفسه، في إشي مش عاجبه. حزت في نفسه كيف يخلي الروسي يتقدم عنه ويصير هو شكله اللي خايف، وعب الروسي إنه هو فيه مروءة أو رجولة أكثر من عبد المالك. حرب، وهذا عدوه، وبحكم الإعدام هو ميت. بس مع ذلك نفسه عزيزة، حزت عليه نفسه كيف يخلي الروسي يتقدم عنه ويفوت في طريق ألغام ويطلع هو فيه مروة أكثر منه. بحكم شهادات ميدانية، ولا زال ناس أحياء على قيد الحياة يشهدون لهاي الواقعة، عبد المالك رجع التروس 2 لورا، وهو يتقدم السرية كلياتها، وهو اللي فتح الطريق بين الألغام. وفي ذات اليوم وهم راجعين فقع فيه لغم وتصاوب، بس ما مات. شو يعني هذا الكلام؟ طبعا نص السقط الخنازير أراذلة القوم الذين يتربعون على المقاومة، يتربعون على الشيشان، يتربعون على السلام، يتربعون على العهر الأكاديمي الذي يمارسونه، لن يفهمون هذا الكلام، يعني حتى ما راح يصدقوه أصلا. الأشباه الرجال المخانيث، أبناء المخانيث، لن يفهمون كلامي.
باسم السلام والحرب والبطيخ اللي قاعدين انتم ابطال الكيبورد. عبد المالك ماجدوف آنذاك كان هو من الشخصيات اللي لعبت الدور اللي كان يوقف أي حرب أهلية أو أي بوادر نشأة الحرب الأهلية ما بين الجماعات اللي كانت بدأت توالي روسيا وبين الجماعات المجاهدين الثوار أمام ضد روسيا. فلما يصير في هناك بيناتهم معتركات أو يصير في هناك التحام، يصير في هناك اصطدامات، كان عبد المالك ماجدوف من الشخصيات الرئيسية اللي لعبت دور في عدم اشتعال الحرب الأهلية داخل التجمعات الشيشانية. عبد المالك ماجدوف من الشخصيات اللي مرة أوقف حرب أهلية بين جماعة سليمي مداييب وبين جماعة المسلمين اللي كانوا جماعة بيسموهم هم أصلا، هم نفسهم أصلا كانوا الجماعة. ففي بدايات الحرب، نهايات الحرب الثانية، لما عبد المالك بدأ يشوف إنه الوضع بدأ يتسخ كثيرا وبدأوا المسلمين يتقاتلون فيما بعضهم، وقتها ألقى السلاح وقال كفى الله المؤمنين شر قتال، وهون أنا بخلص دوري وبسحب حاله بيطلع من الشيشان. هو له نسوان اثنين، واحدة شيشانية وواحدة أوكرانية، فبروح عند زوجته الأوكرانية في أوكرانيا وبقعد فترة من الوقت، لأنه هو كان أصلا تعبان ومتصاوب وفيه كتير من الجروح. وكان في له ابن من الأوكرانية عمره ما كان بالشيشان وعمره ما كان ملتحم في مواضيع الشيشان، وهو في أوكرانيا في فترة علاج وفترة استراحة وفترة نقاهة. من التعاون والتخاذل والتواطؤ المخابرات الأوكرانية بيختطفوا عبد المالك ماجدوف وابنه إدريس، كان اسمه والله أعلم إدريس أو سلطان. بيختطفوا ابنه الكبير وبيسلموهم للمخابرات الروسية، والمخابرات الروسية بتسلمهم لمين؟ لرمزان قاديروف. رمزان قاديروف أبقى على عبد المالك ماجدوف عدة أشهر بالسجون المحلية القاديروفية، وطبعا طالبين ابنه بالاسم يختطفوه معه. ليش؟ لأنهم عارفين عبد المالك من الشخصيات العظيمة اللي عمرها ما راح تنزل على، ما راح يتنازل أو إنه نفسه ما راح تكون يعني نفسه راح ترخص عليه، راح يستشهد وراح يموت، ولا إنه يضع نفسه على الطريقة المخزية والمخجلة اللي سلكوها جماعة رمزان قادروف. خطفوا ابنه عمدا لأجل إنه إيش؟ يضغطوا عليه، لأنه يتبنى بعض الأقوال، يتبنى بعض الكلام، يصور تسجيل معين، لبعض المآرب يضغطوا على عبد المالك. خطفوا ابنه كمان، ولكن 3 أشهر 4 أشهر تحت التعذيب، حتى من خلال تعذيب ابنه ما رضي عبد المالك. بعد 3 أشهر نتفاجأ برمزان قادروف في إحدى فيديوهاته المصورة واللي هي موجودة على اليوتيوب. نازل يعربد، بيفتخر بأنهم هم أحبطوا عملية هجومية إرهابية على منطقة خوسيورت. نفس الموضوع، مجموعة شباب مقاتلين مسلحين، جثث مرمية على الأرض، وبين هؤلاء المسلحين جثة عبد المالك ماجدوف وابنه. حطوها ضمن مجموعة جثث ثانية، الله أعلم ناس معتقلين كان زمان ولقوا حتفهم تحت التعذيب. 12 13 14 جثة كانت، رموا أجسادهم على جوانب الطريق ورموا عليهم شوية أسلحة وقالوا هاي كانت محاولة عملية إرهابية للشياطين الوهابية، والمقاومة الشيشانية والسلطات الشيشانية أحبطت هذه الإرهابية العملية. نفس عملية امبارح لما قتلوا 5 أطفال المراهقين. قال دخلوا على كنيسة أسروا فيها أسرة ودخلوا جوا، وما حدا ما لهم مطالب، ما لهم أي تصوير، ما لهم أي تواصل مع العالم الخارجي، ما حدا شافهم داخلين، ما حدا شافهم طالعين، ما حدا شاف إشي. اللهم بس دخلت رمزان نفسه الرئيس الشيشاني مترأس العملية نفسه، ما شاء الله جيمس بوند، هذا جيمس بوند رامبو ترأس العملية. وهو إيش؟
بأوامر مباشرة أطلق سراح الرهائن وتصفية الخلية الإرهابية الداعشية. نفس الآلية، نفس المسرحية. قبليها 9 شباب شيشان في مقتبل العمر بقبل حوالي سنة وشوي، 9 شباب شيشان صفوهم بنفس الأسلوب. الحلو بالموضوع أو مش الحلو، المبكي بالموضوع، إنه قبل سنة شابين شيشان أو 3 شباب، خلينا نحكي 3 شباب كانوا أو 4 شباب كانوا في تورط نشاط مع مبايعة أبصرمين من الخلفاء الداعشيين. 3 شباب صوروا فيديو وبايعوا الخليفات هذا. وقت لما صار الضبط والهجوم عليهم، اللي قتلوهم 9. انسى الاعتقالات اللي صارت، بس اللي قتلوهم 9، واللي كانوا اصلا متورطين بالقصة اصلا كانوا 3 و4. كيف ال9 هذول من وين طلعوا؟ قالوا كانوا معهم شركاء. فواحد من الناس تعرفوا عليهم وله فيديو مصور هو عم بيعتقلوه من باب المسجد، من باب المسجد. طبعا هو ما كان داخل المسجد الشاب، هو كان اصلا على باب المسجد واقف، يعني صدف انه هو واقف على باب المسجد، وصار الاعتقال له على باب المسجد. بعديها ب4 اشهر ولا 5 اشهر بلاقوه ضمن مجموعة محطوطة جثته، ولو تشوفوا كيف لافين له السلاح على جسمه بشكل مضحك، بشكل مضحك، والولاد ما بيسووها. فأتحدى رمزان قادروف يطلع فيديو واحد يثبت على انه هؤلاء ال5 شباب مراهقين اللي قتلوهم امبارح كانوا احياء، او كان لهم مطالب، او انهم تبادلوا اطلاق نار، او انهم التحموا واشتبكوا مع القوات الاسدية الميدانية تاعت رمزان قادروف. اتحدى رمزان قادروف. عبد المالك مجيدوف جنرال شيشاني، عمره ما تورط بدم شيشاني، عمره ما تورط بدم مسلم شيشاني أو غير شيشاني. ولما شاف الحرب بدأت تبشع ترك الحرب راح على أوكرانيا وخلص. كفى الله المؤمنين شر القتال، وكان تارك الحرب. بس مع ذلك ليش اغتالوه؟ ليش اعتقلوه؟ ليش سرقوه من أوكرانيا؟ الزلمة ما كان يعني مش متورط بأي عمليات إرهابية دموية. هو تورط، يعني هو خلينا نحكي كان دور رئيسي مع التعطيل للدبابات الروسية وإرهاق القوات الروسية. عبد المالك مجيدوف اسم صادع كان بالسماء الشيشاني، شخصية فذة. كيف اغتالوها؟ وعشان ايش؟ رحمة الله على مالك عبد المجيد، على مالك مجيدوف، يا رب، عبد المالك مجيدوف، وعلى ابنه. طبعا عبد المالك مجيدوف وأصدقائه ورفقائه بالسلاح وأبنائه وقرايبينه كلهم حوالي بعرفهم، وبعرفهم بأوكرانيا وبعرفهم بأوروبا. عبد المالك مجيدوف الحذاء الذي كانوا يرتديه هؤلاء المرتزقة الكلاب الضالة الذين يسوقون ويتاجرون بالمادة الإعلامية تاعت رمزان قادروف، والله ما بتسوى صرمايته. والله العظيم لا أنت ولا جدك ولا جد جدك، إن كنت في الأردن، إن كنت في تركيا ولا سوريا، إن كنت في أوروبا ولا كنت في شيشان، والله لا تسوى، وليس فيك نقرة إبرة من المروة. على قد نقرة إبرة ما فيك مروة، ولا فيك رجولة، ولا بتنحط مسمار بنعل حذاء عبد المالك مجيدوف. الرئيس رمزان قادروف نفسه يفشل عملية إرهابية؟ عليك لعنة الله عليك وعلى لحاك وعلى شاربكو وعلى البطن اللي حملكو. سقط.